كل واحدة فينا عندها قصة مع صاحبة كانت زي الأخت وكمان كانت أكتر من الأخت، وقصة تانية مع صاحبة خذلتنا وصاحبة ضحكنا معاها من قلبنا. في علاقات كده بتسيب فينا أثر حلو قوي، وفي اللي بتعلمنا درس ودرس بيوجعنا قوي. بس في الآخر الصحاب مش دايما زي ما بنتمنى، ومش كل اللي بيبان قريب فعلا قريب. في ناس بنعرفهم من سنين ونفضل قاعدين معاهم ونضحك ونخرج ونتصور، بس لما بنروح البيت بنحس ان احنا لوحدنا. وفي ناس يمكن نعرفهم من شهور، بس أول ما نقعد معاهم نحس إن روحنا ارتاحت، إننا مش محتاجين نشرح كتير ولا نمثل ولا نبرر. ليه بقى؟ علشان الصحوبية مش بالعشرة، بالراحة اللي بنحسها. الصحوبية مش بالمدة ولا بعدد الصور اللي على الانستا. الصحوبية بالراحة، بالأمان، بالمساحة اللي نقدر نكون فيها نفسنا. النهاردة في قاعدة هادية كده عايزين نتكلم عن الصحوبية الحقيقية، وعن العلاقات اللي بتديكي أمان واللي تاخدي بالك منها قبل ما تستهلكك. هنتكلم من القلب زي ما اتعودنا ومن غير تجميل، عشان كلنا محتاجين نفهم احنا فين وبنختار مين يكون حوالينا. لو بتحبي القعدة والفضفضة يبقى مكانك هنا مع قعدة ستات. هاتي قهوتك وركزي معايا، القعدة ابتدت. الصحوبية مش بس مشاركة صور وخروجات، الصحوبية الحقيقية بتحصل لما تحسي ان في حد شايف، مش شايف شكلك ولا لبسك، شايف روحك وتعبك وفرحك اللي محدش بيلاحظه. في نوع كده من الصحاب لما تقعدوا معاهم تحسوا انكم شايفين نفسكم كأنكم باصين في مراية، بس مش شايفاها زي ما انت شايفاها في المراية كل يوم، لا، شايفاها بنظرة محبة، بنظرة متفهمة، بنظرة بتشوف اللي جواكي مش بس اللي بره. الصحاب دول هم اللي بيشوفوا فينا حاجات احنا ممكن نكون ناسيينها، هم اللي بيفكروكي بنجاحك في وقت فشلك، وبيفكروكي بطيبتك لما الدنيا تخليكي تبقي قاسية على نفسك. الصحبة اللي تسمعك لحد الآخر من غير ما تقطعك ومن غير ما تحول الكلام لنفسها، اللي تسألك انت كويسة وتفضل مستنية ردك بجد علشان عايزة تطمن عليكي، اللي وجودها لوحده كفاية يخليكي تهدي وتتنفسي. الصحاب دول يبقوا نعمة، ومهما قل عددهم وجودهم بيكفي. في أوقات تانية بنفكر في حد كان زمان أقرب الناس لينا ونتوجع ليه بقينا كده، ليه اتغيرنا. بس الحقيقة إن التغيير ده طبيعي، كل واحدة فينا بتكبر، بتتعلم، بتنضج وتعدي بتجارب، وده بيأثر على طريقتنا في التواصل وفي العلاقات، وبيأثر على كل حاجة حوالينا. ممكن نكون اتغيرنا احنا كمان، بقينا بندور على نوع مختلف من العلاقات، بقى لينا احتياجات تانية. المهم اننا ما نقساش على نفسنا ولا نحاول نرجع لحاجة مش نافع انها ترجع. في صداقات لازم تتهد بهدوء، من غير لوم ومن غير وجع ومن غير خناق ولا اي حاجة من الحاجات دي. زي وردة دبلت كده بعد ما عطرت المكان، نبتسم ونفتكر ريحتها الحلوة بس كده. اما بقى نوعيه الصحاب اللي بيتعبونا من غير ما ناخد بالنا، مش كل الصحاب بيسيبوا اثر طيب. في علاقات كده بتستنزفنا وبتجيب اخرنا، وفعلا بنحس بالارهاق واحنا مع الناس دي، من كتر المقارنات ومن كتر الاحساس اننا دايما اقل، او من اللوم المستمر. في ناس بنفتكرهم دايما ونبتسم، افتكرناهم في وقت ضحك او في وقت بكا، بس كل مره كانوا معانا كانوا طبطبه. وفي ناس بتضحك في وشنا بس كلامهم مليان غل وتقليل، ويرجع ويقول لك انا كنت بهزر. ناس بنخرج معاهم ونرجع نحس بتقل مش راحة، وده مش معناه انهم ناس وحشة، بس علاقتنا بيهم بقت مؤذية، ولازم يبقى عندنا شجاعة علشان نقول كفاية. وفي ناس تانية كل ما نفتكرهم نحس بتقل، كأن في كلمة اتقالت وجعتنا ولسه معلقة جوانا، وكأن في مقارنة حصلت خلتنا نشك في نفسنا، أو في إحساس إننا ما كناش كفاية ليهم. العلاقات اللي بتخدشك في كل مرة مش لازم تكملي فيها، مش لازم تتأكدي مليون مرة إنك مش بتتوهمي. لو العلاقة وجع أكتر من راحة يبقى في علامة محتاجة تتشاف. الراحة مش أنانية، والانسحاب مش خيانة، دي أوقات بتكون إنقاذ للنفس. عارفين الناس كده اللي صحبتها فيها سكوت، بس سكوت مريح، تبقى قاعد وساكت بس اللي قدامك حاسس بيك. عارفين الصحبة كده اللي تقعدوا سوا وكل واحدة بتشرب قهوتها من غير ما تتكلموا، بس تحس انك في امان. دي الصحبة النادرة اللي بجد، اللي مش محتاجة تشرحي نفسك ولا تثبتي حاجة ولا تمثلي دور مش بتاعك، اللي بتبقى فيها حريتك محفوظة وصمتك مش تقيل، وجودك كفاية وسكوتك مقبول. الصحبة دي ما تضيعهاش من ايديكي. لو دورت كتير على صحاب ومش لاقية، خليك انت الصحبة اللي نفسك تقابليها. بدل ما نستنى دايما حد يفهمنا ويسمعنا ويطبطب علينا، خلينا نكون احنا الشخص ده. ابدأي بالمبادرة، اسألي، اسمعي، شاركي، ادعمي. كوني صاحبة مش بس في وقت الفرح والهزار واللعب والخروجات، وكمان في وقت الحزن، وقت الانسحاب، وقت التعب. الصحبة اللي بتفتكر وبتسامح وبتدي مساحة، اللي بتحطي حدود بس بمحبة، واللي لما تغيب تسيب ريحة حلوة. خليكي النوع ده من الصحاب.
طبعا بنبقى متخيلين اننا هنبقى طول العمر مع اصحابنا، بس الصداقة مش دايما ابدية، وده مش عيب. اوقات بندخل في علاقة صداقة نفتكرها هتفضل على طول، ونفضل بقى نخطط للمستقبل سوا ونعيش تفاصيل كل يوم، بس في لحظة الدنيا بتتغير. مش لازم حد يعمل حاجة غلط، بس ممكن الظروف تبعدنا، الطرق تختلف، الروح بتتغير. اوقات كتير بنسكت عشان مش عايزين نخسر حد، او عشان بنخاف نبان حساسين زيادة، بس الحقيقة إن كل مرة بنسكت على حاجة مضايقانا بنبعد عن نفسنا خطوة. الصحبة الحقيقية مش المفروض نخاف منها، ولا نخاف نوضح لها احنا متضايقين من ايه. لو الصحوبية مش بتسمح لك تكوني صريحة، ويبقى هي مش مساحة آمنة بجد، يبقى ده مش فشل، ده منطق الحياة. كل صداقة بتعلمنا حاجة حتى لو ما كملتش، وكل واحدة سابت أثر حتى لو اختفت. وهرجع واقول لكم تاني ان انت تنسحب او تخرج من علاقة صحوبية كانت مأزماك نفسيا، ده مش خيانة. الناس اللي بيحسسوكي انك لازم تبرري ليهم دايما، الناس اللي بيفضلوا يحسسوكي بالذنب كل ما تحبي تريحي شوية، العلاقات دي بتستنزفنا حتى لو مش باينة. مش لازم ننهي العلاقة بضجة كبيرة، ولا لازم يبقى فيه عنف علشان نبعد. في علاقات بتتهد بهدوء، بمسافة صغيرة، بحبة احترام، وبس كده. انسحابك اوقات كتير بيكون حفاظ على قلبك وعلى طاقتك وعلى روحك، مش خيانة اللي كان بينكم. دوري على الصحبة اللي تشبهك مش تكملك. الصحاب مش لازم يكونوا كاملين، بس لازم يكونوا حقيقيين. اختاري الناس اللي لما تقعدي معاهم تحسي انك مش محتاجة تبقي نسخة تانية من نفسك، اللي يشبهوا طيبتك، حساسيتك، تلقائيتك. دوري عليهم اللي يخلوكي تحبي نفسك اكتر، مش تشكي فيها. الصداقة مش ترميم ولا استغلال، الصداقة دي حضن كبير حتى لو من بعيد. كل واحدة فينا تستاهل صحبة تريح قلبها، تستاهل ناس تشوفها وتسمعها وتحترم حدودها، تستاهلي صحبة تسندك مش تستهلكك. الصداقة الحقيقية مش بس ضحك وخروجات، دي مكان بنرتاح فيه ونكون فيه نفسنا، مكان نحس فيه بالأمان من غير تمثيل ولا تصنع ولا ضغط. ولو لسه بتدوري مفيش مانع تبدأي تكوني انت الشخص ده لنفسك، لحد ما يجي اللي يستحق يقعد جنبك في القعدة دي. دوري على الصحبة اللي تخليكي خفيفة، مش اللي تحسسك انك لازم تشرحي نفسك طول الوقت، ولا اللي تحسسك ان انت فيه تقل ماسك في جسمك ونازل بيكي لتحت. ولما تلاقيهم خليكي ممتنة وخليكي صادقة وخليكي قريبة. لو عندك صاحبة كده خدي بالك منها وافتكري دايما تشكريها. ودي كانت قعدتنا. لو حسيتي ان الكلام لمسك ابعتيه لصاحبتك اللي بتحسي بالامان وهي معاكي، لان الصحاب الحقيقيين هم اللي بيفضلوا جوانا حتى بعد ما يمشوا.